يا حبايبي، معاكم منار. يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا صينيه قرع عسلي بالبشاميل. قرع عسلي، ودي شكلها بسم الله ما شاء الله. شايفين جمالها ما شاء الله، جميله جدا. والطعم بقى ما اقولكوش. شايفين قوامها ما شاء الله. حابين تحطوا قرفه عليها، فانيليا، مأزة، اي حاجه تدي ريحه كده ونكهه جميله قوي. بجد طعمها جميله قوي. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهات تعجبكم. وده قرع عسلي كده من غير بشاميل طبعا عشان قدامكم. شايفين قطعه كده مكعبات صغيره، حبه كبيره انت براحتك، بس احنا بنحبه كده يكون متقطع مكعبات صغيره. انا هاخد البوله الكبيره ديت هعملها هسويها معاكم. البوله ديت هحطها في علبه واحطها في الفريزر. هعملها مره ثانيه معاكم في طواجن. بسم الله. طبعا الكميه دي لسه هتخس طبعا. معانا كوبايه سكر من الكبيره طبعا هنحطها عليه وهنولعها. هنحطها بقى سكر طبعا من غير ميه، لان هي هتجيب ميه كتير قوي ما شاء الله. من غير ميه يا حبايبي. حابه تحط ميه انت براحتك، بس انا مش هحط ميه. حطيت حوالي ربع كيلو سكر، يعني الكوبايه دي حوالي ربع كيلو سكر كده. وهنرفعها بقى على النار وهرجع لكم بقى نعبي اللي فاضل ده في علبه. احنا كده حطيناها في العلبه البوله الثانيه زي ما قدامكم، علبه كبيره. وهنحطها بقى في الفريزر وهنعملها ان شاء الله في طواجن على قناه الجديده اكل بيت على قد الايد. يا رب كده تنوروني في قناه الجديده اكل بيت على قد الايد. هبقى اشارك لكم فيديو من عليها على المنتدى ان شاء الله. يا رب كده تدخلوا تنوروني وتشرفوني يا حبايبي. هرجع لكم بقى بعد شويه. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، جابت الميه كلها اللي جواها ما شاء الله. سيبها بقى تستوي واغطيها. وبس حبيت ان انا اوريكم ان انتوا ما تحطوش عليها ميه، لان هي ما شاء الله مليانه سوائل ما شاء الله عليها. انا هقلبها كده تقليبه وهغطيها بقى واسيبها، او مش عايزه تغطيها انتوا براحتك انتوا برده. هي بدات اصلا تستوي، بس انا هسيبها تشرب الصوص تبعها كله، عشان طبعا احنا بنحطها في القالب وبناخد برده كاسين كده طبعا، عشان عندي منار مش بتحب عليها البشاميل. هنعمل صينيه بشاميل وهناخد كاسين كده زي ما قلت. شايفين بسم الله ما شاء الله، الحول قوات الا بالله جميله جدا. شايفين السوائل
عايزه اوريكم بس السوائل اللي جايباها ما شاء الله. سيبها بقى تستوي كده بيهم بقت سوا، نرجع لكم بقى تاني للخطوه التانيه البشاميل هنعملها ازاي. كده خلاص القرع العسلي ما شاء الله استوى معانا. شوفين الكميه كانت الحله مليانه قد ايه، بعد ما استوت بقت قد ايه. اخدنا طبعا كوبايه صوص من على القرع العسلي، ومعانا 3 معالق سكر كبار من بتاعه الاكل، معانا 3 معالق كريم شانتيه، معانا 3 معالق كاستر. كده هناخد السكر كده هنحطه ده البشاميل هعمله على البارد. حابه تحطي زبده انت براحتك، انت براحتك، انا مش هحط لا زبده ولا اي حاجه، هو كده بس. دقيق والكريم شانتيه، هحط كده كوبايه الصوص القرع العسلي، وهبدا كده دلوقتي حوالي 3 كوبايات حليب، 3 كوبايات حليب طبعا ده اللي كانوا في الحله، 3 كوبايات حليب، كوبايه صوص قرع عسلي اخدته من على القرع العسلي بعد ما استوى كده، وبدات كده ان انا حطيتهم كده مع بعض، بدات ان انا احطهم كده في حله واقلبهم بقى تقليب مستمر، ما ارفعهمش على النار الا لما كل الخليط اللي عندنا اللي احنا حطيناه، كل الحاجات البودر اللي احنا حطيناه تكون دابت وما يكونش في حاجه ظاهره منها خالص، وتبقى ناجحه معانا. هحط بقى شويه ملح صغننه كده، ذره ملح، ونقلب بقى كده علشان تعادل الطعم. لازم الملح طبعا يا حبايبي عشان تعادل الطعم. وهنحطها بقى على النار وهنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. الخطوه اللي بعد كده نجيب القالب البايركس ونشوف هنعمل ايه. حطيتهم طبعا على النار زي ما قدامكم، وهبدا بقى التقليب المستمر. ما نسيبش البشاميل طبعا معانا ونسيبه على النار، لا لا احنا عايزينه تقليب مستمر عشان ما يعملش كلاكيع معانا، ناخد بالنا. احنا عايزين كده الملمس يكون ناعم، ناخد بالنا. بسم الله ما شاء الله كده خلص معانا بقى زي المهلبيه بالظبط. هاخد بقى شويه صوص ما بتحبش اللي هو بالبشاميل، بس ان شاء الله انا عندي يقين ان هي هتاكل ان شاء الله منها وتدوقها. ودي صينيه البشاميل طلعت جميله جدا ما شاء الله. مش عارفه انا قدامكم حطيت في الفانيليا في اللي قدامكم ولا لا، بس انا حطيت فانيليا في البشاميل عشان تدي ريحه كده حلوه، وحابه ترشي رشه قرفه او حاجه او حاجات من ديت ممكن تحطي انتوا براحتك. انتوا كده خلصناها يا حبايبي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.